يا مساء الفل عليكم. النهارده هنعمل كده كفتة بالتوابل المشويات من ويلز. حطيت كيس التوابل وحطيت ربع كوباية مية ومعلقة كبيرة من الزيت وقلبتهم وسبتهم شوية. تمام. معايا كده نص كيلو من اللحمة المفرومة، حطيت عليها بصلاية كده متوسطة، وطبعا كنت عصراها من المية بتاعتها. وحطيت عليها طبعا كيس التوابل ورشة بسيطة من الملح عشان هي بيبقى فيها ملح، ورشة جوز الطيب، ومعلقة صغيرة من نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، وشوية بقدونس كده، كزبرة، لا شوية كزبرة، كزبرة خضرة مقطعين مش كتير. وبعد كده بقى هنعجنهم كويس جدا مع بعض، يتجانسوا لحد ما نحس ان في فتل كده في اللحمة. وبعد كده هنصبع بقى. انا صبعت على اللي هو العصاية بتاعت الشيش طاووق، اتنين كده مع جنب بعض، وصبعت حطيت ايدي في الزيت وعملت كده الكفتة وحطيناها في الفرن. شوية سلطة بقى. اعملي بقى السلطة زي ما انت عاوزة. عملت بقى طماطم وجزر وخيار وفلفل وبصل. وادي شكل السلطة، كانت تحفة الصراحة وريحتها جميلة جدا. وادي التوابل ريحتها تجنن بالتوابل، ادي الكفتة ريحتها تجنن بالتوابل بتاعة الويلز دي، تحفة جدا، تحفة بجد. الكفتة ريحتها زي ما تكون مشوية على الفحم. بالهنا والشفا كده على اللي يجربها. لو عجبك بقى الفيديو وصلت معايا لحد هنا، اكتبي لي كومنت جميل وما تنسيش اللايك والاشتراك. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة مع صفي وروفة. باي باي.